بسم الله الرحمن الرحيم. شؤم الذنوب والمعاصي. الذنوب دمار الشعوب، الذنوب دمار الاقتصاد، الذنوب دمار الصحة والعافية، الذنوب دمار الأمن والأمان، الذنوب مجلبة للشدائد والمتاعب والمصائب. فلنحذر جميعا ولنبتعد من الذنوب والمعاصي. خطبة الجمعة من مركز النور بمدينة التربة للأخ عبد الله بن معمر القدسي سدد الله خطاه. يا عباد الله، عندما غيرنا طاعة الله إلى عصيان وشكره، إلى كفران وذكره، إلى غفلة وإعراض، غير الله أحوالنا وغير الله الأوضاع التي نعيشها من أوضاع نسعد بها إلى أوضاع نشقى ونتعس بها. إنه شؤم الذنوب والمعاصي، فهل عرفته أيها المسلم لتبتعد عنها ولتحذرها، وإلا ستستمر التغيرات. فيا عباد الله، يا عباد الله، يا معاشر أبناء الإسلام، يا معاشر الشباب والشيبان، يا معاشر النساء، نداء لنا جميعا للمتكلم قبل السامع: ألا نقلع عن الذنوب والمعاصي، ألا نبتعد عن هذا الداء. طالما وأننا عرفنا شؤمه وقبحه وضرره وخطره وإفساده على الفرد والمجتمع وعلى الدول والشعوب، هل يكفينا ما حل بنا، أم أننا نريد التغيرات تتزايد ما بين الحين والآخر، وكل مرة وفي كل عصر وفي كل زمن تحل آفة فوق آفات، وأزمة فوق أزمات، ونكبة فوق نكبات؟ إلى متى يستمر أبناء الإسلام وهم يمارسون هذا الداء الفتاك، وهم يجاهرون الله بالذنوب والمعاصي؟ أما يستحيي المذنب العاصي من ربه أنه يسكن في أرضه، أنه يسكن تحت سمائه، أنه مقهور بقهره، أن نفسه وروحه بيده؟ أما يستحيي العاصي الذي يجاهر الله بالذنوب والمعاصي في الخلوات وفي الجلوات، أما يستحيي من ربه أنه يأكل من نعمه ومن ثماره ويشرب من مائه؟ كفى بك أيها العاصي موعظة أن تعظ نفسك أنك في أرض الله، تحت سماء الله، مقهور بقهر الله، فاستحي من الله ولا تعصي الله ولا تجاهرنه سبحانه بالذنوب والمعاصي. في الثاني من شهر جمادى الآخرة لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إنها الخسارة والتعاسة والحقارة في من كان هذا حاله ومن كان هذا شأنه، ولمن رضي بهذا السير أن يأتي يوم القيامة بصلوات وزكوات وحج وأعمال صالحة كثيرة، لكن السيئات أيضا كثيرة، لكن الذنوب والمعاصي كثيرة، فتقوم هذه السيئات بالقضاء والمحو لهذه الحسنات مما تسبب له الخزي والعار والويل والثبور والإلقاء في النار. فحذاري حذار
أيها المسلم عليك بالتوبة النصوحة، إياك وتوبة الهازئين الذين يتوبون في الصباح ويمارسون المعصية في العصر. هذه ليست توبة صادقة وليست توبة نصوحة، لأنه ليس فيها عزم وليس فيها إقلاع عن الذنب إقلاعا كليا. فيا عباد الله، الله بالتوبة إلى الله، الله بالعودة الصادقة إلى الله، العودة والأوبة والتوبة التي ليس بعدها مرجع إلى الذنوب والمعاصي إن ثبتنا الله على ذلك حتى الممات. فالله أيها المسلم الكريم، جدد العهد مع الله، جدد العهد مع الله، وأصلح ما بينك وبين الله، وكن مراقبا لله في خلواتك وجلواتك، وانظر إلى السيئات والمعاصي بمنظر النار ومنظر الدمار ومنظر الهلاك ومنظر الأضرار والأخطار. تكون ممن يبتعد عنها ويقلع عنها ولا يمارسها ولا تطيق نفسه ممارستها، لأنه قد نظر إليها بهذا المنظار. لكن إن نظرت إليها بمنظار الشهوة وبمنظار المتعة، لا شك ولا ريب أن هذه الأمور قد تدعوك إلى مقارفتها وإلى ارتكابها. والآن مع المادة المذكورة أتكلم معكم عن موضوع خطير، عن موضوع يجب على جميع أبناء الإسلام أن يعرفوا خطره وشؤمه وضرره على الفرد والمجتمعات وعلى الدول والشعوب. إنه داء فتاك نرى أثره علينا وعلى أبنائنا وأسرنا وعلى مجتمعاتنا ودولنا واقتصادنا. إنه داء يجهله معظم الناس، أي يجهلون أنه داء، ولذلك يقعون فيه ويتساهلون فيه. فيا عباد الله، داء مثل هذا الداء لا بد أن نحذره، ولا بد أن نعرف خطره، ولا بد أن نحذر منه، ولا بد أن نتفقه فيه كي نجتنبه ونبتعد عنه. إنه داء الذنوب والمعاصي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، عباد الله، في هذه الجمعة أتكلم معكم عن موضوع خطير، عن موضوع يجب على جميع أبناء الإسلام أن يعرفوا خطره وشؤمه وضرره على الفرد والمجتمعات وعلى الدول والشعوب. إنه داء فتاك نرى أثره علينا وعلى أبنائنا وأسرنا وعلى مجتمعاتنا ودولنا واقتصادنا. إنه داء يجهله معظم الناس، أي يجهلون أنه داء، ولذلك يقعون فيه ويتساهلون فيه. فيا عباد الله، داء مثل هذا الداء لا بد أن نحذره، ولا بد أن نعرف خطره، ولا بد أن نحذر منه، ولا بد أن نتفقه فيه كي نجتنبه ونبتعد عنه. إنه داء الذنوب والمعاصي، إنه داء الذنوب والمعاصي. هذا الداء الذي لم يسلم منه أحد، الكبير والرجل والمرأة وسائر الناس يقعون في هذا الداء، والناس يتفاوتون في وقوعهم في هذا الداء بين مستقل ومستكثر. ومن هنا نتكلم في هذه الجمعة عن شؤم الذنوب والمعاصي وخطرها وأضرارها، حتى يعرف ذلك كل مسلم ومسلمة، فيبتعد الابتعاد التام عن الذنوب والآثام. ألا وإن من شؤم الذنوب والمعاصي أنها أساس كل مصيبة، وأساس كل بلية، وأساس كل رزية تحل على الفرد وعلى المجتمعات وعلى الدول والشعوب. والذي أخبرنا بذلك هو الله جل في علاه في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة تصيبك عبد الله، أي مصيبة تصيبك أمة الله، إنما سبب ذلك هو الذنوب والمعاصي، سواء كانت هذه المصيبة في بدنك أو في مالك أو في اقتصادك أو في تجارتك، سواء كانت هذه المصيبة في حياتك في بيتك أو في حياتك في عملك،
سواء كانت هذه المصيبة في مركبك، في مستقبلك، أو في الوقت الذي تعيش فيه. أي مصيبة تصيبك فإنما ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب يا عباد الله نار وشنار ودمار على الفرد والمجتمعات. يا أيها المسلم الكريم، إن الذي أخبرنا بأن المصائب سببها الذنوب والمعاصي هو أصدق القائلين جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهلا استيقظنا، فهلا انتبهنا لهذا الداء الذي ينهش في صحاتنا وفي عافياتنا. فكم من المصائب التي نهشت أجسادنا وأجساد أبنائنا، كم من المصائب التي أصابت أموالنا وبيوتنا. لماذا لا نقول هي الذنوب والمعاصي وقد أخبرنا الله فقال: فبما كسبت أيديكم. قال أهل العلم: أضيف الكسب إلى اليدين لأن معظم الذنوب تقارف عن طريق اليدين. إخواني في الله، كان السلف الصالح إذا أصاب أحدهم مصيبة أو أحدهم مصيبة عرف أن ذلك بسبب ذنبه، ولذلك كان يقول بعضهم: إن أحدنا ليرى أثر الذنب على راحلته وعلى زوجته وعلى نفسه. هؤلاء من عرفوا شؤم الذنوب والمعاصي فجعلوا ينزلونها على مصائب تحل بهم وتنزل بساحتهم. إن من شؤم الذنوب والمعاصي ومن خطرها وعظيم ضررها أنها من أعظم أسباب الهلاك. يقول الله في كتابه الكريم: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال سبحانه في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا سبحانه يخبرنا أن هلاك القرى بسبب الفسق، بسبب الظلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم. والظلم أنواع، ومنها ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا عباد الله، الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الهلاك ومن أعظم أسباب الدمار. وما أصاب من أصاب من الدول والشعوب من المصائب والنكبات إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فهلا عرف ذلك أبناء الإسلام ليبتعدوا عن أسباب دمارهم وعن أسباب هلاكهم وعن أسباب دمار اقتصادهم. اليوم الناس يشكون ويئنون في كثير من الدول الإسلامية
من ضيق في المعيشة ومن ضعف وتدهور للاقتصاد، ما عرفوا أن سبب ذلك الذنوب والمعاصي، لأن من شؤمها أنها من أسباب ذهاب البركات. الذنوب والمعاصي تذهب البركات في الرزق. قال الله في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا عصوا ارتكبوا ما حرم الله، تركوا ما أوجب الله، كذبوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقد يقول قائل: هذا الأمر ليس مشاهدا ولا معاينا، فالكفار رغم ما هم عليه من الكفر إلا أنهم أكثر أموالا وأكثر اقتصادا من أبناء الإسلام ومن دول المسلمين، إلا أني أقول لك أيها المسلم الكريم: إن الكافر أو العاصي والفاجر وإن كثر رزقه وإن كثر ماله فماله عليه شقاء وعناء، ليس فيه بركة. بينما المؤمن وإن قل رزقه وإن قل ماله إلا أن الله يضع فيه البركة ويجعل في قلبه القناعة، مما يجعله يعيش عيشة السعداء، عيشة هنيئة، فيرى نفسه أغنى الأغنياء وأثر الأثرياء، يعيش سعيد، قناعة وضعت في قلبه، يرى نفسه ثريا. البركة موضوعة في ماله. لفتحنا عليهم، لم يقل أموال وإنما قال بركات، لأن المال يعطى حتى الكافر، حتى العاصي، حتى الفاجر، لكن البركة في المال نزعت بسبب الذنوب والمعاصي. ولو ابتعدنا عن الذنوب والمعاصي لوجدنا البركات في الأرزاق، لوجدنا الخيرات، لارتفع الاقتصاد ولصلحت الأحوال. من شؤم الذنوب والمعاصي يا عباد الله أن الذنوب والمعاصي من أسباب الهوان، فمن وقع في الذنوب والمعاصي فقد هان على الله. قال الله في كتابه الكريم: ومن يهن الله فما له من مكرم أليس الله بعزيز ذي انتقام. ومن يهن الله فما له من مكرم. عندما يتجرأ العبد على ارتكاب ما نهى الله عنه وعلى ترك ما أمر الله به، عندما يستهين العبد بأمر الله فلا يمتثله وبنهيه فيرتكبه، يصبح هينا على الله. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه عندما فتحت قبرص جعل يبكي، فقيل له: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ ما الذي يبكيك؟ هذا يوم انتصر فيه أهل الإسلام، من المفترض أن تفرح، أن تسر، أن تضحك، أن تستبشر. ما الذي يبكيك يا أبا الدرداء؟ فيقول أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه، وما أكرمهم عليه إنهم أطاعوه. بينما هي دولة قائمة أصبحت لا شيء،
انظروا يا عباد الله، الذنوب دمار الشعوب، الذنوب دمار الاقتصاد، الذنوب دمار الصحة والعافية، الذنوب دمار الأمن والأمان، الذنوب مجلبة للشدائد والمتاعب والمصائب. فلنحذر جميعا ولنبتعد من الذنوب والمعاصي. ألم يقل الله في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. ما سبب ظهوره؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن عباد الله، هذا كلام الله أخبرنا أن الفساد، جميع الفساد بأنواعه، الفساد في المال، والفساد فيما يتعلق بالصحة والعافية، والفساد فيما يتعلق بالدول، إنما سببه الذنوب والمعاصي بما كسبت أيدي الناس. فيا أيها الناس، هل عرفتم شؤم الذنوب والمعاصي؟ هل عرفتم هذا الداء العضال وهذا الداء الخطير كي تبتعدوا عنه وكي تحذروه وكي تحذروا منه؟ وإلا يا عباد الله، إذا استمرينا على هذا الحال فستستمر التغيرات وستستاء الأحوال إلى أكثر مما قد وصلت إليه، لأن الله جل في علاه يخبرنا أن التغيرات التي تحل على المجتمعات إنما سببها تغيراتهم. قال الله في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم. كنت معافا، كان أبناؤك في عافية، كنت في بيت واسع، كان معك مركب، نعم هذه نعم تغيرت. ما السبب؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. كان الصرف هابط، كانت الأسعار رخيصة، كانت البلد آمنة، كانت الأمور في خير. فما الذي غيرنا؟ شؤم الذنوب والمعاصي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا عباد الله، عندما غيرنا طاعة الله إلى عصيان وشكره، إلى كفران وذكره، إلى غفلة وإعراض، غير الله أحوالنا وغير الله الأوضاع التي نعيشها من أوضاع نسعد بها إلى أوضاع نشقى ونتعس بها. إنه شؤم الذنوب والمعاصي، فهل عرفته أيها المسلم لتبتعد عنها ولتحذرها؟ وإلا ستستمر التغيرات. فيا عباد الله، يا عباد الله، يا معاشر أبناء الإسلام، يا معاشر الشباب والشيبان، يا معاشر النساء، نداء لنا جميعا للمتكلم قبل السامع: ألا نقلع عن الذنوب والمعاصي، ألا نبتعد عن هذا الداء. طالما وأننا عرفنا شؤمه وقبحه وضرره وخطره وإفساده على الفرد والمجتمع وعلى الدول والشعوب،
متى يستمر أبناء الإسلام وهم يمارسون هذا الداء الفتاك وهم يجاهرون الله بالذنوب والمعاصي؟ أما يستحي المذنب العاصي من ربه أنه يسكن في أرضه، أنه يسكن تحت سمائه، أنه مقهور بقهره، أن نفسه وروحه بيده؟ أما يستحي العاصي الذي يجاهر الله بالذنوب والمعاصي في الخلوات وفي الجلوات، أما يستحي من ربه أنه يأكل من نعمه ومن ثماره ويشرب من مائه؟ كفى بك أيها العاصي موعظة أن تعظ نفسك أنك في أرض الله تحت سماء الله مقهور بقهر الله، فاستحي من الله ولا تعصي الله ولا تجاهرنه سبحانه بالذنوب والمعاصي. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، طالما وأننا عرفنا شؤم الذنوب والمعاصي وما لها من تبعات خطيرة على الفرد والمجتمعات، فلا بد علينا عباد الله أن نقلع عنها وأن نبتعد عنها. وكلنا ذاك الخطاء وكلنا ذاك المذنب. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فباب التوبة مفتوح، فتب إلى الله يا عبد الله، تب إلى الله قبل أن يغلق باب التوبة، تب إلى الله قبل أن لا تتوب إلى الله، قبل أن تنزل بك السكرات وتغرغر وينزل بساحتك الممات. تب إلى الله من الآن. ناداك الله فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والأوبة الأوبة من جميع الذنوب والمعاصي. فلا تقنطن عبد الله، لا تقنطن من رحمة الله، فمهما بلغت ذنوبك فلك رب غفور رحيم. عليك أن تتوب إليه توبة نصوحة، توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. إذن التوبة التي يحصل بها التكفير للسيئات هي التوبة النصوحة، التوبة الصادقة التي اشتملت على شروط التوبة الأربعة. الشرط الأول أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي يقارفه
إقلاعا كليا. الشرط الثاني أن يعزم عزيمة صادقة ألا يعود إلى هذا الذنب. الشرط الثالث أن يندم ندما شديدا على ما قارف وارتكب من الذنوب والمعاصي في الزمن الماضي. والشرط الرابع أن يرد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلق بحقوق المخلوقين. هذه شروط التوبة. فيا أيها المسلم الكريم، ما أحوجك إلى أن تجيب نداء الله؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما أحوجك إلى أن تتوب توبة الصادقين حتى تذهب عنك شؤم الذنوب والمعاصي التي تحل عليك في الدنيا. وللذنوب والمعاصي شؤم عظيم في الآخرة. أذكر لك شيئا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته يوما: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال الصحابة: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له، أي ليس له مال، ليس عنده فلوس، من لا دينار له ولا متاع، أي أثاث. قال عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من أمتي من يأتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. لم يقل أمثال الحجار ولا أمثال الصخور ولا أمثال الجبال فحسب، بل قال أمثال جبال تهامة بيضاء. مثل بجبال تهامة لكبرها ولنقائها وبياضها، قال أمثال جبال تهامة بيضاء. فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقد لعن هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أي انتهت أخذ من سيئاتهم فحطت عليه ثم ألقي في النار. أجارني الله وإياكم أن نكون من هذا الصنف. إنها الخسارة والتعاسة والحقارة في من كان هذا حاله ومن كان هذا شأنه. ولمن رضي بهذا السير أن يأتي يوم القيامة بصلوات وزكوات وحج وأعمال صالحة كثيرة، لكن السيئات أيضا كثيرة، لكن الذنوب والمعاصي كثيرة. فتقوم هذه السيئات بالقضاء والمحو لهذه الحسنات مما تسبب له الخزي والعار والويل والثبور والإلقاء في النار. فحذاري حذار أيها المسلم، عليك بالتوبة النصوحة. إياك وتوبة الهازئين الذين يتوبون في الصباح ويمارسون المعصية في العصر. هذه ليست توبة صادقة وليست توبة نصوحة، لأنه ليس فيها عزم وليس فيها إقلاع عن الذنب إقلاعا كليا. فيا عباد الله، الله بالتوبة إلى الله، الله بالعودة الصادقة إلى الله، العودة والأوبة والتوبة التي ليس بعدها مرجع إلى الذنوب والمعاصي إن ثبتنا الله على ذلك حتى الممات. فالله أيها المسلم الكريم، جدد العهد مع الله، جدد العهد مع الله، وأصلح ما بينك وبين الله، وكن مراقبا لله في خلواتك وجلواتك، وانظر إلى السيئات والمعاصي بمنظر النار ومنظر الدمار ومنظر الهلاك ومنظر الأضرار
تكون ممن يبتعد عنها ويقلع عنها ولا يمارسها ولا تطيق نفسه ممارستها، لأنه قد نظر إليها بهذا المنظار. لكن إن نظرت إليها بمنظار الشهوة وبمنظار المتعة، لا شك ولا ريب أن هذه الأمور قد تدعوك إلى مقارفتها وإلى ارتكابها. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه، أسأله سؤال من لا يرد دعاءه، أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ناصرا وحافظا ومؤيدا ومعينا. اللهم إنه لا نصير لهم سواك، فنسألك أن تنصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول، اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول أن تعافي مرضاهم وأن تشفي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم وكن لهم لا عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه إنك على كل شيء قدير، والحمد لله.